ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حلقة النهاردة هتكون عن أدب الناشئة، العالم اللي مش واخد اهتمام حقيقي أو تشجيع كبير في العالم العربي، في حين إن ده الأدب اللي يخص أكتر فئة عندها وقت فراغ، أكتر فئة عمرية محتاجة اهتمام وعناية معنوية وفكرية. قراءة محتوى أدبي صادق وبيحترم عقل ومشاعر واهتمامات السن ده بيضيف كتير ليهم. هو الحقيقة سن محير في كل حاجة، محير في اللبس، محير في القراية وفي حاجات تانية كتير. زي ما بتيجي مرحلة كده بنبتدي نختار لولادنا لبسهم من المقاسات الصغيرة في محلات الكبار، برضو ساعات بعد أدور في مكتبتي على الكتب اللي تنفع للسن اللي بعد الطفولة، اللي هو من 12 سنة كده فما فوق، وحاول ألاقي حاجة يقدروا يقروها ويتواصلوا معاها. طبعا ده بيبقى صعب، وعادة بيتصفحوا الحاجات دي لكن مش بيعيشوا جواها زي ما بيعيشوا جوا الحاجات اللي مكتوبة لسنهم، وهي مش كتير ومش كلها بتوصل لهم، وقليل لما يلاقوا أدب مكتوب باللغة العربية لسنهم ويعجبهم. وده اللي بيخلي دايما مجلات ميكي مثلا لازالت تتربع على عرش ترشيحات القراءة للسن ده، أو حتى من 10 سنين لما يبتدوا ما يتعبوش من القراءة لفترة طويلة. ولما بتبقى قصص الأطفال اللي زي عناوين أين تذهب السمكة، الأميرة ندى، عائلة صغيرة، كل النوع ده من القصص بيبطل يبقى جاذب وبيحسوا بالملل وبإن لغته طفولية بالنسبة لهم، فبيبتدوا يفقدوا الاهتمام بعالم القراءة. والمنقذ الوحيد والأهم في المرحلة دي هي الكوميكس عموما ومجلات ميكي وبطوط. بعض الأولاد بيحبوا ماجد وعلاء الدين. المواقف الكوميدية والهزار الموجود في ميكي وغيرها هي من أكتر الحاجات اللي فسرت لي سبب إقبال السن ده عليها. معظم الولاد في السن ده بيميلوا للهزار، لأن الهزار والضحك بيخفف كتير من الضغوط النفسية اللي ممكن يكونوا بيمروا بيها وهم مش واعيين ليها. يعني ممكن الولد أو البنت في السن ده وهم بيقروا ميكي تسمعهم بيضحكوا بصوت عالي فعلا، ودي بتبقى حاجة مريحة جدا وبتعمل براح جواهم، وده اللي ممكن يخليهم يبعدوا عن الدراما في الروايات اللي بتتكلم عن مشاكل سنهم رغم واقعيتها وجودتها، لكن ما بتبقاش اختيارهم الأول. لكن لا شك ان لما بتعدي شوية مرحلة الهزار والضحك دي وتبتدي الشخصية ترسى كده، تبتدي بقى مرحلة التفكير في أمور الحياة، تبتدي اختياراتهم في الفرجة والقراية تتنوع، وده طبعا لو توفر ليهم محتوى مناسب بيحترم خيالهم وإحساسهم. ولأن أدب الناشئة هو تصنيف لوحده، لكن جواه مراحل، يعني في أعمال تناسب أصغر مرحلة في أدب الناشئة اللي هي سن 11-13 سنة، في أعمال تانية بترقى لشكل الرواية الأدبية بكل ما فيها من عناصر، لكن بتكون موحدة جدا في الموضوع، مفيش تفرعات كتير، صغيرة من حيث الكم، اللغة أسهل من لغات الروايات اللي سن أكبر، ممكن يبقى فيها كمان خلط بين العامية والفصحى ومتعشق فيها المصطلحات الدارجة بين الناشئة في سنهم، وبتكون فيها كمان درجة كبيرة من الخيال والمغامرة. لكن تعالوا نبتدي السلم من أوله، ما نسبقش الأحداث. السن الصغير، الأطفال، ما لقيتش للسن ده أحسن من قصص فيزو وفرحانة. فيزو قصص وفرحانة قصص تانية، هما الاتنين بالنسبة لي خلاصة تجربة قصص الأطفال. في أعمال طبعا الأطفال كتيرة جدا حلوة، ورسومات وألوان وحكايات وخيال، لكن فيزو وفرحانة بالنسبة لي هم أكتر نوعين من القصص قريبين من واقع الأطفال ومن تفكيرهم. قصص فرحانة هي للكاتبة والفنانة المصرية رانيا حسين أمين، نشيطة جدا ومتخصصة في الفنون وأدب الأطفال والناشئة. وحكايات فرحانة هي مجموعة من قصص الأطفال بطلتهم هي شخصية الطفلة فرحانة. والحقيقة إن رغم إن القصص دي صدرت من زمان، وأخدت الكاتبة رانيا حسين عن قصص فرحانة جوائز كتير، منها جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل سنة 1999 وجائزة من مؤسسة الفكر العربي، القصص مكتوبة من زمان، لكنها لا زالت حتى الآن جاذبة جدا للأطفال، ومصنفة على إنها من سن 4 ل7 سنوات. حكاياتها واقعية وطريفة وفيها خفة دم. معظم الحكايات بتكون عن سلوك فرحانة في موقف معين، زي فرحانة تستقبل أخا جديدا، فرحانة وعيد ميلاد بابا، فرحانة تلعب كرة القدم، وغيرهم من الموضوعات. ومن أهم اللي بيميز قصص فرحانة هي رسوماتها الواقعية اللي مفيهاش أي إبهار بشكل قد يكون من فرط عاديته جاذب ومريح للأطفال. وفي المقابل لفرحانة نيجي لشخصية فيزو اللي أنا شخصيا بحبها جدا. يعني فيزو وأصدقائه فريدة ومازن، قصص فيزو مميزة أيضا برسوماتها اللي بتحمل طابع مرح وفكاهي ومبهج. كمان حكايات فيزو متمشية جدا مع واقع الأطفال ولعبهم وحياتهم. يعني زي فيزو هو بيلعب إنه فتح شركة وبيعين صحابه كل واحد في وظيفة في الشركة بتاعته، أو فيزو هو بيشتري لبس العيد ومحتار يختار القميص ولا التيشيرت، أو فيزو هو مكسوف من التواجد وسط أولاد ما يعرفهمش. حكايات خفيفة ولطيفة وقصيرة جدا ومبهجة، زي فيزو قبل العيد، فيزو أصبح سعيدا، فيزو في الدولاب.
وغيرها من القصص، وكلها كتابة ورسم الفنان الجميل وليد طاهر، وهو فنان تشكيلي ورسام اشتغل في الصحافة وتصميمات الكتب، وكتب وأخرج فنيا عدد كبير جدا من كتب الأطفال اللي ترشح وحصل بيها على جوائز مهمة. قصص فيزو فرحانة يعتبروا من أوائل القصص اللي ممكن تتواجد في مكتبة أي طفل، خصوصا إنها سلسلة من القصص مش قصة واحدة، وسعرها بسيط مش غالية خالص. قصص قريبة جدا من حياة الأطفال، شخصيات مرحة، ومن أكتر الشخصيات المكتوبة والمرسومة اللي ممكن الأطفال يرتبطوا من خلالهم بعالم الحكايات والقراءة. نطلع بقى لسن أكبر شوية، وهو السلمة الأولى في أدب الناشئة، وعندنا عمل خاص بالمرحلة الأصغر من الناشئة، وهي حكاية داخل مدينة ملاهي وداخل عقل عز، في قصة يوميات عز، إصدار دار الشروق للكاتبة الأردنية علا كحالة. علا درست علم النفس والكتابة الإبداعية ومهتمة بقصص الأطفال، ووظفت دراستها للتعبير عن هذا الاهتمام بتأليف قصص الأطفال والناشئة. من أكتر أعمالها اللي لفتت نظري في اختلافها وتميزها هو كتاب يوميات عز. الموضوع خفيف ولطيف جدا، تحسه كتاب بيبتسم لك طول الوقت. خفيته بتبدأ من الغلاف اللي عبارة عن شكل قصصات ملزوقة بسلوتيب كده بشكل عشوائي، زي ما الأطفال بيلزقوا رسوماتهم على الحيطة بالظبط، وحاجات مكتوبة على الغلاف ومرسومة بشكل كروكي عابس طفولي، وكل القصصات والكلمات والرسومات العبثية دي متداخلة في تصميم مبدع للغلاف، كلها بتعبر عن الأحداث اللي حصلت لعز في أول أجازة صيف يقضيها بعيد عن والدته. وده لأن عز كان متعود كل صيف يسافر مع مامته وأخته عند جده، لكنه قرر الأجازة دي إنه يفضل مع والده في البيت ويقضي الأجازة راجل لراجل على حد تعبيره. مش بس كده، لا ده كمان هيكتب يومياته طول الأجازة، وهتكون القصة اللي هنقراها هي يوميات عز. ودي مهمة ما كانش متحمس ليها قوي في البداية، لأنه تكليف من المدرس بتاعهم إنهم يكتبوا يومياتهم طول أجازة الصيف ويتكلموا عن التجربة دي في بداية العام الدراسي القادم. فيستعجب عز ويستثقل الموضوع ويقول: كل موضوع كتابة المذكرات هذا لا يدخل عقلي، ولولا أني مضطر إليه بوصف وظيفة مدرسية ما كنت وضعت ذرة مجهود على كلمة هنا. ماذا يظنون أستاذ رأفت حتى يطلب منا كتابة اليوميات؟ إديسون مثلا؟ الشقيري؟ فالقصة هي قصة طفل بيبعد عن أمه لأول مرة، وبيعتمد على نفسه في حاجات كتير، بيخوض مغامرات جديدة مع أصدقائه في غياب الحماية المبالغ فيها بالنسبة له من الأم. فالحكاية مناسبة جدا لبداية سن الناشئة، تقريبا من 11 ل 13 سنة، وهي تطابق سن عز اللي بيخوض المغامرات دي قبل عيد ميلاده ال 12 بشهور قليلة. فكرة القصة نفسها جاذبة، فيها إحساس من التحرر من الوصاية وافعل ولا تفعل، فزي ما يكون الولاد هيجربوا ينطلقوا مع عز من خلال القصة، وطول القصة هيلاقوا عناصر جذب كتير جدا، زي مثلا نبرة عز الساخرة واللي بتلغي خالص فكرة التوجيه، تفتح مجال من الهزار مع القارئ، وبتنقله كمان شعور كده باللامبالاة تجاه الأشياء، وده شعور محبب جدا عند الولاد في السن ده. والحالة دي بتظهر في جمل زي: سأرتاح من كل طلبات أمي مستمرة، رتب سريرك، اجمع الصحون في الحوض، اخرج القمامة، إلخ إلخ. ورغم كده عبر عز عن افتقاده لاهتمام والدته ووجودها في البيت، وقال: يظن بابا أنه إذا أضاف مكونا جديدا للتونة أنه قد غير طبق العشاء، مرة تونة مع ليمون، ومرة ليمون مع تونة، ومرة تونة مع ليمون وبصل وخس. يخلط المحتويات ثم يبتسم بشغف وكأنه ينظر إلى طبق لحم مشوي. ورغم معاناته مع الأكل اللي بيعمله باباه، إلا إن طعم الحرية بالنسبة لعز كان أحلى. نبتدي نشوف مزيج من الدماغ العالية وخفة الدم والمغامرات اللي بياخدها عز في مدينة الملاهي، اسمها مدينة السبع نجمات، اللي بيشتغل فيها والده وبياخده معاه كل يوم الشغل. فبيتعرف عز هناك على أصدقاء جدد، سعد وأسيل، كل واحد عنده صفة خاصة بتميز شخصيته، وبتبتدي مغامراتهم اللي رغم حسن نواياها إلا إنها دايما بتنتهي عند مكتب مدير مدينة الملاهي. وبعد جرعة خفة الدم والسخرية اللي في بداية القصة، بتبتدي تظهر عناصر تانية بتغذي بشكل غير مباشر قيم حلوة عند القارئ، زي الأمثال والحكم اللي بيبتدي بيها عز حكاياته عن كل مغامرة. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، إذا عرف السبب بطل العجب، واللي كلها من أقوال جده اللي دايما بيسترجع عز كلامه في كل موقف يمر بيه، وكأن جده هو المرجعية بتاعته وقدوته في الحياة، والصوت اللي بيتردد في ذهنه في أي موقف محير يقابله، جده عبد العزيز. ودي كانت بالنسبة لي ربطة جميلة وقيمة غنية غير مباشرة في القصة. كمان في قيم تانية مغروسة وسط المغامرات، زي لما كانت أحد تحدياتهم في مدينة الملاهي هو إزاي إنهم يخلوا الناس مترميش الزبالة في الأرض، وبدأوا يعملوا تجارب بوضع لافتات وتغيير أماكن حاويات القمامة، ويراقبوا تصرفات الناس ويرجعوا يعدلوا محاولاتهم ويجربوا طرق تانية لحد ما وصلوا للحل اللي يخلي الناس أوتوماتيك كده ما ترميش الزبالة في الأرض.
وكمان ازاي بيحاولوا ينقذوا أسماك البركة السحرية الموجودة في الملاهي واللي بيتم التعامل معاها بإهمال من وجهة نظره. ويضحك والد عز من مغامراتهم لما يحكيها له عز في آخر اليوم ويقوله إن هو كمان لما كان في سنهم كان فاكر إنه يقدر يصلح العالم. فالقصة مليانة مزاح والسخرية الذكية، لكن بين السطور فيها تلميحات بسيطة كده عن مشاعر وقيم جميلة في الحياة. اختارت الكاتبة علا كحالة الضحك والمغامرة كأداة لوضع بعض الدفء في سكة الناشئة بشكل يحترم ذكائهم وخفة دمهم ومنطقهم الخاص. شخصيات الأولاد الثلاثة مرسومة بعناية، وكل واحد منهم له دور ونكهة خاصة في مغامرات القصة. كتاب يوميات عز هو أدب ناشئة خفيف مبدع بسيط بعيد كل البعد عن المباشرة أو التعقيد، مسلي ومبهج ويزود من غنى شخصية القارئ. تحياتي لشخصية القصة عز بن أبو العز والمدينة ملاهي السبع نجمات، وللكاتبة علا كحالة والرائعة سهيلة خالد صاحبة تصميم الغلاف والرسوم الداخلية اللي أضافت كتير في توصيل روح وتأثير الكتاب. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقة النهاردة، لكن مش لآخر كلامنا عن أدب الناشئة. لسه هنتكلم عن أعمال أدبية مناسبة للسن الأكبر من قراء أدب الناشئة، لكن الحلقة الجاية. كانت معاكم ياسمين غبارة في سكة قراية بلس.